بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة مريمينا مفرح القلوب. ملاك الرب حال حول خائفين وينجيهم. مزمور 34. رسالتك اليوم بشفاعة الملاك ميخائيل، عميد الأجناد النورانية، ملاك الفرح والتهليل، الشفيع في جنس البشرية، اللي بشفاعته بيفيض الرب مياه الأنهار كمقدارها ويبارك الزروع والثمار. نادي عليه يلي في ضيقة ويلي في شدة، هيستجيب وهينجيك، هيحوط عليك وهيحميك. شفاعته المقدسة تكون معانا كلنا آمين. بعتلك النهاردة رسالة جميلة مخصوص ليك وبيقولك اطمن لما طلبك يتأخر وتلاقي نفسك واقف عاجز. ثق ان في الوقت ده بيبدأ عمل الله العظيم، فانتظر هتفرح في طبطبة كبيرة من إلهك يسوع المسيح جاية ليك قريب بعد الضيق والألم اللي انت عشت فيه. ربنا هيجبر بخاطرك اللي انكسر، هيشق ليك البحر ويعديك بأمان، وأوقات الفرج المتأخرة ستأتيك من وجه الرب، هيفاجئك بما تتمناه. ما تخافش وسيبها عليه، تبات مكسور تصبح مجبور، هيشبعك من خيره زي الآية ما بتقول تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. مزمور 145 عدد 16. ما تخافش، ربك معاك وسط أصعب تحدياتك، وهتعبرها وهتنتصر تحت الحماية الإلهية. طلبتك المستحيلة هيحققها لك، وهتفرح وهتخرج من أحزانك، لأنك أنت في توقيت تحتاج فيه للفرح. اطمن، اللي بارك في 5 أرغفة وسمكتين وأشبع بيهم الجموع قادر يبارك حياتك ويشبع احتياجاتك ويعمل من حياتك معجزة عظيمة. ربك بيحبك وبيرعاك على الدوام وبالقرب منك دائما، بل في داخلك. عندما تسأله يعطيك ما تريد، تدعوه فيعينك، يعلم بكل احتياجاتك وأشواق قلبك، مشغول بيك على طول. هو الوحيد اللي عالم بيك وبإنك تعبت قد إيه، وتستاهل إنك تفرح فرحة تعوضك عن سنين التعب. ثق في إلهك وانتظر معجزتك قريبا. ساعة ربنا مظبوطة لحياتك، مهما افتكرت إن الوقت اتأخر أو مفيش فايدة، ثق إن ربنا موجود وساعته لحياتك ولخيرك مظبوطة، ودايما بيديلك حاجات أحسن كمان من اللي انت عاوزها بكتير. إن انت ابن الملك، وعمره أبدا ما هيديك حاجة مش مناسبة ليك، لأنه بيحبك وقادر يغير كل شيء من أجلك، ومن أجل صلاتك وطلبتك ومن أجل دموعك. قله يا رب هنام وأنا مطمن بيك ومستني أصحى على الخير والفرحة والبركة من إيديك. وتأكد ترتيبه ليك هيتخطى توقعاتك بكتير، وما يعده لك من وراء ما حدث سيصير لك آية عظيمة. وسترى ويرى الجميع معك عمق وعظمة تدابيره لحياتك. إلهنا يسوع المسيح رجاء اللي ملوش رجاء، ومعين اللي ملوش معين، بيرعاك وبيعتني بيك وبيسندك بسندة سماوية، وإيده الإلهية بتقوي ضعفك، بيحفظك من أي سوء، بيشفيك لما حالتك بتسوء، ويبدل الأعصار بهدوء. فاتح بابه دايما لكل أولاده،
وعنده حلول لكل المشاكل، بيشيل عنك حتى من غير ما تقول. ومهما كان قلبك تعبان تندهله يداويه في الحال ويحول نوحك لغناء. اطمن، أيامك الصعبة هيهونها عليك، ومهما اتحفر ليك أي فخ هينجيك منه. رحمته واسعة وهتغطيك، ولا عمره هيسيب الدنيا تتعب فيك أو توطيك. وحتى لو الكل كان ضدك ومش فاهمك، وخسرت ناس كتير وحاجات كتير فاكر إنها مش هتروح منك، ولا يهمك، يسوع جنبك وهيعوضك. كفاية دموع وحزن، الآية بتقول الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي الإنسان. مزمور 118 عدد 6. فاطمئن، ربك يسوع المسيح بيحبك وهياخد بإيدك، هيرفعك ويعليك ويعبر بيك أي وقت حزن عدى عليك. هيديك بداله خير وأفراح وبركات كتير. هيفتح ليك كل باب صالح ويقفل كل باب مش لخيرك. تأكد إن الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. يسوع هيملأ قلبك بالسلام وبالراحة، وهيرفع عنك الحزن والاكتئاب، وهيرجع البهجة والأفراح. اطمئن، بكرة الخير هيكون أكتر. وكل ما الدنيا تضلم عليك وتحس إنك تعبت، افتكر إن ربك يسوع المسيح معاك، ووعده إن الضلمة دي مش هتستمر وهتتحول لصبح جديد وطاقة نور هتتفتح لك. تذكر دايما إن نعمة الرب تكفيك، لأن قوتك في الضعف تكمل. اللي متعشم في ربنا ما بيتخذلش أبدا. ده إلهنا طيب جدا، مش هيهون عليه حزنك وتعبك. هيبدل كل دمعة نزلت من عينيك بأفراح من عنده. اجهز علشان اللي جاي كله عوض من ربنا عن كل اللي انت مريت بيه. فرحتك وحلمك وكل اللي بتتمناه هيجيلك زي ما انت عايز، ويمكن أحلى كمان. وسيملأ فاك ضحكا وشفتيك هتافا. فاطمئن جدا. آمين. بركة وشفاعة الملاك ميخائيل رئيس جند الملائكة في يوم عيده تكون معانا كلنا. ربنا يبارك حياتكم ويفرح قلوبكم. قناة مريمينا مفرح القلوب.